آبائكم الآن في قبورهم يقولون يا أبنائي المكان هنا مظلم، أنيروا قلوب آبائكم وموتاكم بالدعاء. اللهم اغفر لأبويا وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله ديرا خيرا من داره وأهل خير من أهله وزوجة خير من زوجه، وأعوذ من عذاب القبر وعذاب النار، واجعله من عبادك الأخيار وادخلوا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل على عيونكم، يا صباح القشطة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. النهاردة جاية لكم بوصفة الفول المدمس. الفول المدمس اللي بنشتريه بره وبيبقى لونه غامق ومش حلو، واكتر اولادنا بيقرفوا منه وما بيوردوش ياكلوه. النهارده هنعمله بكل بساطة في البيت بحاجة كده نظيفة، حاجة كده زي ما بنقول بنظافة ست البيت. جبت كمية الفول اللي انا هعملها، طبعا نقيت اي حاجة فيها مش كويسة ورميتها، وغسلت الفول بتاعي غسلة حلوة، غسلة محترمة يعني. تمام. جبته كده، بدأت احط عليه كده معلقة كمون ومعلقة كزبرة. تمام. زي ما شفتوا معايا كده، ومعايا ليمونة كبيرة هعصرها عليه. وطبعا حاطة كده معايا مية على النار بغليها عشان هنزل عليها بالمية المغلية. طبعا زي ما قلت لكم من عنوان الفيديو كده، الفول بتاعي مش هبيته من بالليل لتاني يوم، مش هحتاج وقت كبير ان انا انقعه فيه عشان ما يغيبش معايا على النار والكلام ده كله. لا، ده انا عملت الكلام ده الصبح وفطرنا بيه، وهتشوفوا معايا في اخر الفيديو. يعني هو خد معايا يعني ما كملش ساعتين على النار، اقسم بالله ما كمل ساعتين على النار. عصرت الليمونة كده على الفول بتاعي. تمام. وهبدأ انزل عليه بالمية المغلية واقلب كل ده ببعضه زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل ده هنزل بالمية على الفول. شفتوا بقى؟ يعني هوريكم دلوقتي لون الفولة عاملة ازاي. لونها معايا فلة، يعني بصوا ابيض فلة. مفيش طبعا احسن من كده ولا افخم من كده. شايفين الفولية عاملة معايا ازاي؟ الفولة معايا بيضة بياض ناصع ما شاء الله، اللهم بارك. هسيبهم بقى كده حوالي ساعة في المية كده لحد ما المية تبرد عليهم تماما. اول ما يعدي ساعة هبدأ اكشف عليهم واشوفهم. بالفعل عدت الساعة وجيت اكشف عليهم، اكشف على الفول بتاعي يعني. لقيت المية بردت عليهم تماما يعني، ولقيت الفول معايا ما شاء الله لونه فاتح جدا. وضغطت على الفولة كده بصبعي، لقيت الفولة معايا طرية، يعني مش ناشفة وجامدة زي ما انا كنت حطاها، لان المية انا كده حطيته نقع في مية مغلية. شايفين انا بعمل بيها كده بضفر صبعي، لقيتها ناعمة يعني. الضفر معايا بيدخل فيها بسهولة، مش ناشفة ولا جامدة ولا حاجة، لان الساعة اللي انا سبتها في المية المغلية دي تعتبر خد نص سوا، خد يعني خد تسوية في الساعة اللي انا سبتهم ده. تمام. انا طبعا مش هشطف الفول بقى، انا جبت معايا حلة طبعا. مش هعمله في فوالة ولا حاجة، الحلة مش هتقول لأ، الحلة بتطلعه زي الفوالة ويمكن احسن كمان. وهتشوفوا معايا ان البوتاجاز بتاعي مش هيتبهدل ولا حاجة، ولا الحلة معايا تتبهدل ولا اي حاجة. بدأت ان انا اخد الفول بتاعي كده، طبعا مش هشطفه زي ما قلت لكم علشان الكمون والليمون والكزبرة اللي انا حطيتهم عليها، انا عايزة الطعم ده يفضل في الفول معايا. خدت كده كمية من الفول في الحلة، وهضيف ايه بقى اللي هيدي معايا اللون الحلو للفول المدمس. طبعا مجهزة معايا كده عدس اصفر غسلاه ومصفياه، وجزراية كبيرة كده بشراها. حطيت طبقة من الفول وفوقها كده شوية رشة كده من العدس،
ورشة من الجزر وطبقة تانية من الفول، وحطيت طبقة عدس وطبقة جزر تاني، وبعدين حطيت كمية الفول اللي متبقية معايا. تمام كده تمام. بدأت انزل بقى كده، مجهزة معايا طبعا مية مغلية، نزلت كده بالمية المغلية على الفول بتاعي وهبدأ احطهم على النار. تمام كده، احط النار كده، ولع النار عادي، هخلي النار عالية. اول ما الفول يبدأ يغلي معايا، هبدأ بقى اجهزه على نار، يعني انقله كده على نار شمعة زي ما بيقولوا يعني. اول ما يبدأ يغلي معايا هروح نقلاه على النار الهادية بقى بتاعتي خالص، وعلى الشياطة كمان. تمام. بس طبعا الفول بقى من الوقت للتاني كده ببص عليه، بيبقى عامل زي ريم كده على الوش. طبعا الريم ده لو سبتيه ده اللي بيسود معاك الفول. كده اي ريم بلاقيه، مجرد ما الاقي اي ريم على وش الفول بروح شايلاها. طبعا انا من وقت للتاني بقعد ابص، بروح ابص على الفول بتاعي، اشوفه المية عليه نشفت، محتاجة ازوده، الكلام ده يعني. فمجرد ما باجي ابص عليه والاقي الريم ده على الوش كده، بروح شايلاه بالمعلقة بكل سهولة بيطلع معايا. طبعا زي ما انتوا شايفين الفول بتاعي بدأ يغلي، رحت بقى نقلاه على العين الصغيرة على نار هادية خالص، وحطيت الشياطة بتاعتي وكله تمام. باجي ابص عليه علشان اشوفه محتاج مية ولا لأ، الاقي اي ريم اروح شايلاه. بس وكده، هي دي كل الحكاية. بتتابعيه بس من وقت للتاني، وبقلبه كده في بعضه، واي ريم بروح شايلاه زي ما قلتلكم. وبدأ يغلي معايا على الهادي خالص، ولما بيكون محتاج مية طبعا مجهزة المية عندي جنبي كده، مية على طول دايما تكون سخنة جنبي طول ما انا بسوي الفول، عشان مجرد ما يحتاج معايا مية انزل له مية سخنة، ما ينفعش ازوده مية باردة. الفول يطلع معاكي مجلد ولونه غامق جدا مش حلو. شايفين الفول معايا زبدة يعني. بصوا والله العظيم اقسم بالله العظيم غلوة والتانية لقيته الفول معايا بيتهرس معايا بكل سهولة زبدة، والقوام بتاعه تحفة بصراحة. لا احتجت بقى ان انا احط له رز، ولا احتجت ان انا احط له نشا ولا دقيق علشان يتقل معايا او يجمد معايا والكلام ده كله والعك ده كله. لا، هي دي كل المكونات اللي انا عملتها، وهي دي التحضيرات اللي انا بعملها للفول المدمس. وبصراحة لو عملتيه بالطريقة دي انت مش هتشتريه جاهز خالص من بره، وهتعمليه في بيتك من غير اي تكات ولا حاجات جامدة بقى، ولا تحضيرات جامدة، ولا اضافات كتير، ولا الكلام ده كله. بالظبط كده، ما خدش معايا ساعتين وكان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعت بقى الطبق اللي هنفطر بيه الحلو بتاعنا ده، حطيت عليه حوالي معلقة من الزيت، ونص ليمونة كده عصرتها عليها، واللي هو الكمون المشكل بتاعي بقى اللي هو ايه، كمون على كزبرة على شطة على ملح ده، معلقة كده صغيرة. وهبدأ ان انا بقى ايه، اهرسه كده، لان احنا عندي اولادي مش بياكلوا الفولة سليمة. هو بيتهرس معايا بكل سهولة يعني. عامة شايفين زبدة بصراحة، هو ما يتقالش عليه فول، هو يتقال عليه زبدة حقيقي. هرسته كده هرسة كده، اللي هو اللي الولاد بيعرفوا ياكلوها يعني. وبقى معايا الفول جاهز للأكل، وجهزنا الفطار بتاعنا. حقيقي حاجة تستاهل بقكم وتستاهل كل متابعين الجمال. آه، يا ريت بقى لو وصلت معايا لنهاية الفيديو ولسه ما حطيتش اللايك بتاعك، اتمنى منك تحط اللايك بتاعك، وما تنسيش تشتركي من القناة لو انت لسه مش مشتركة، من كلمة الاشتراك اللي تحت الفيديو اللي باللون الاحمر، وتفعلي زرار الجرس اللي جنبها على كلمة الكل، عشان كل وصفة انزلها يوصلك اشعار بيها. طبعا بعد ما الفول بتاعي برد تماما، عبيته في الاكياس على قد الوجبات بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين بقى، زي ما قلت لكم الحله بتاعتي نظيفه ما اتحرقتش معايا خالص، ولا البوتاجاز بتاعي اتبهدل زي ما هتشوفوا قدام حضراتكم دلوقتي. وما خدش وقت معايا خالص في التسويه، اقسم بالله هي ساعتين وكان جاهز معانا، وفطرنا منه كله تمام. وحاجه سهله جدا ومش مكلفه، ومش مجهده ليكي ولا لمطبخك. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.